ابتدى الفيلم على جون صاحب العقل المفكر اللي بيعمل ألعاب سوء قاتلة، وكان في المستشفى وكانوا بيعملوا له أشعة مقطعية على راسه. ولما خرج من جهاز الأشعة وسأل الممرضة عن نتيجة الفحص قالت له إن هي مش هتقدر تقول له، وإن الدكتور هيقول له عن النتيجة في الغد. بعد كده المشهد يروح وهو قاعد وسط مجموعة من الأشخاص المصابين بمرض الكانسر، كل واحد فيهم كان بيحكي تجربته مع المرض، وكان جون مصاب بالكانسر. بعد كده سأل الطبيب عن الوقت اللي فاضل له في الحياة. الدكتور يقول له إن هو باقيله على أقصى تقدير سنة إن ما كانش أشهر. رد عليه وقال له إن عنده أعمال كتير لازم يعملها. بعد كده الدكتور نصحه بأن يتقاعد، وفي معنى كلامه إنه يستسلم للموت، وده الشيء اللي أغضب جون. بعد كده وهو خارج من المستشفى يلاحظ إن في شخص من عمال المستشفى يدخل على مريض كان فاقد الوعي، ولما يبص عليه يشوف الشخص ده وهو بيسرق متعلقات المريض. بعدها على طول المشهد يروح على الشخص ده كان محطوط على عينيه شيء غريب، وكان بيحتوي على خراطيم، وكان جالس على كرسي حديدي في مكان غريب ومقيد. أول ما يفوق يطلب المساعدة ولكن ما كانش حد موجود في المكان. بعد كده سمع حد بيتكلم في السماعات الموجودة بالمكان، وكان بيقول له إنه يود إنه يلعب لعبة معاه، وإن اللعبة دي هتتعامل مع أصابع إيده الميالة للسرقة. وقال له إن شافه بعينيه وهو بيسرق وما عجبوش اللي شافه، وقال له وظيفتك هي وظيفة نبيلة، وإنه بيساعد المرضى على تجنب الأمراض، ولكن قال له إن في مرض في داخله ولازم استئصاله. وقال له إن هو النهارده لازم عليه إنه ينقذ بصره اللي هيفقده لو خسر، وكان عليه إنه يدور كورس عبر النقرات الخمسة علشان يفوز وعشان يقدر يعيش. وكان كل نقرة من النقرات دي بتكسر له صابع من صوابع ايديه اللي قام بالسرقة بيها، وتبتدي اللعبة. بعد ما يكسر 4 أصابع الوقت يخلص قبل آخر نقرة ويخسر، وتبتدي الآلة في العمل وتقوم بشق عينيه، وللأسف يفقد بصره. بعد كده هو قاعد في كافيه يشوف واحد من المرضى اللي كانوا بيحضروا معاه جلسات الدعم اللي كانت بتعملها المستشفى، وكان باين التعافي من المرض عليه. ولما جون يسأله ان هو كانت حالته صعبة جدا وكان في المرحلة الرابعة من مرض الكانسر، يرد عليه ويقول له ان هو فعلا كان في المرحلة الرابعة، ولكن المرض حاليا في وضع الخمول. ولما سأله ازاي قال له ان دي قصة طويلة، واصر جون انه لازم يحكيها له. المريض قال له انه تواصل مع طبيب متخصص، وان الطبيب ده عرض عليه علاج، وكانت عبارة عن خليط دوائي مصحوب بعملية جراحية، وقال له ان الدواء ده مش متاح في المستشفى عشان هو غير معتمد من إدارة الغذاء والدواء، يعني مش مصرح بالعلاج بيه، واداله موقع الكتروني هيقدر بيه انه يتواصل مع الدكتور. فعلا جون دخل على الكمبيوتر بتاعه وبدأ يبحث عن الدكتور، وفعلا يشوف له فيديو كان بيشرح فيه ازاي الدواء بيكافح مرض السرطان وبيقضي عليه. ولما بحث اكتر وصل لبنت الدكتور، وهي كانت عاملة فيديو بتقول ان الحكومات والمؤسسات الطبية الفاسدة كانوا بيحاربوه علشان ما ينشرش الدواء بتاعه، لانه هيخلي الناس ما هماش في حاجة الى تناول دواء مرة اخرى مدى الحياة. كمان طلبت ممن يرغب في تجربة الدواء ملء الاستمارة الالكترونية. فعلا جون يقوم بملء الاستمارة. بعد كده رقم غريب اتصل عليه، كانت ابنة الدكتور مخترع الدواء، قالت له ان في اماكن فاضية للحاق بالبرنامج العلاجي، وهو واحد من المرشحين، ولكن البرنامج هيبدأ بعد 3 شهور، وده وقت ممكن جدا يكون مات قبلها. عشان كده طلبت منه انه يسافر لها المكسيك، وانه بكده هيقدر يبدأ العلاج بعد اسبوع فقط. بدأت تقنعه بالعلاج انه هيجيب نتيجة مبهرة ونسبة النجاح تعدي 90%، وان المستشفى معمولة في مكان منعزل وقرية علشان يتمتع بالخصوصية. وفعلا اقتنع وقرر انه يسافر لها. فعلا سافر وركب تاكسي، وهو في طريقه للمستشفى بيتم اختطافه من جانب مسلحين. بعد ما سألوا على اسمه وتأكدوا ان هو الشخص المطلوب ركبوه العربية. بعد كده اخدوه لمكان المستشفى. لما دخل المكان سأل عن الدكتورة، وكان في بنت موجودة قابلته وقالت له ان الدكتورة انقذت حياتها. كان المكان مش باين عليه انه مستشفى ابدا. بعد كده قابل دكتورة سيسيليا اللي كانت موجودة في الفيديو، قالت له انهم جابوه للمكان بالطريقة دي علشان محدش يعرف مكانهم، عشان هم متراقبين من شركات الادوية. بعد كده اخدته لمصنع قديم ما كانش شغال، وكانوا عاملين مستشفى سرية في وسط المصنع. لما دخل المستشفى دي قابل فيها دكتور التخدير وقابل ممرضة، وكمان كان في مريض بيتعالج. بعد كده بدأوا يعملوا عليه بعض الفحوصات.
بعد كده الدكتورة بدأت تسأل جون عن عمله. قال لها ان هو شغال مهندس مدني معظم حياته وحاليا بيمارس بعض الهوايات. بعد كده بدأت تخمن هوايته وقالت له ان هو بيجدد السيارات القديمة. قال لها انه بيساعد الناس في التغلب على العقبات الداخلية. يجي يوم العملية جون كان قاعد مع الدكتورة وقالت له ان دكتور تاني هو اللي هيعمل له العملية، وقالت له انه افضل جراح اعصاب في المنطقة، وقالت له انهم هيعملوا له العملية دي وهيفتحوا له دماغه وهيكون شبه واعي للي بيحصل، وده بيساعدهم ان هم ما يلمسوش اي جزء من دماغه يأثر عليه بعد كده في النطق او الحركة. فعلا يدخل العملية ويبدأ العملية ويقولوا له على اوامر يعملها زي تحريك اصابعه علشان يتأكدوا ان وظائف الحركة سليمة. كان في شاشة بتصور العملية وكان هو شايفها. بعد كده طلب الدكتور من المساعدة بتاعته ان هي تغير اتجاه وضع الشاشة عشان جون ما يشوفش اللي بيحصل. بعد كده قالوا لجون انه حاليا هيبدأوا يخدروه وانه هينام. المشهد يروح عليه وهو في السرير وكانت العملية تمت فعلا. يفوق الدكتورة تكلمه وتقول له ان العملية نجحت، وقالت له انهم نقلوه على بعد مبنيين من المبنى اللي كان فيه علشان هو كان بحاجة لنقل دم. بعد كده قالت له على تلاجة في الأوضة بتحتوي على عقار، وقالت له لازم يشرب كل يوم 2، واحد الصبح وواحد بالليل بالإضافة للعلاج بتاعه، وإن العقار ده عبارة عن مسكن للألم وهيتناوله لمدة 7 أيام جاية، وبعد كده هيبدأ حياة جديدة بدون اي مرض. بعد كده كان قاعد في الحديقة وكان ماسك دفتر كان بيرسم فيه تصميم لآلة تعذيب جديدة، ولكن فجأة يقطع الورقة وقرر انه مش هيعمل اي حاجة من الحاجات اللي بيعملها دي تاني. خرج من المستشفى وكان هيسافر على امريكا تاني، ولكن قرر انه يروح للبنت اللي استقبلته عشان يودعها. خبط الباب ونادى عليها ولكن ما كانش في حد بيستجيب للنداء. بعدها قرر انه يدخل للمكان واكتشف ان المكان اللي كانوا بيعملوا له فيه العملية مهجور وما فيهوش اي حد. لما دخل مكان العملية لقى الاشياء اللي موجودة فيه كلها مكسورة، ويلاقي شريط فيديو يشغله ويشوف الفيديو بتاع العملية بتاعته، واكتشف ان كل اللي حصل كان مفبرك وان ما كانش فيه عملية اصلا، وان دي عبارة عن خدعة علشان يسرقوا منه امواله. بعد كده المشهد يروح لسائق التاكسي اللي كان وصل للمستشفى مرة تانية وكان جون بيكلمه. بعد كده يتم اختطافه، ولما فاق لقى نفسه مربوط بالأحبال في مكان غريب، وكان في حاجات محطوطة حوالين ايديه وكانت متخيطة بسلك في جلده. يشوف السيد جون يبدأ يقول له ان هو قال له على كل حاجة يعرفها، وبدأ يستخدم السكاكين اللي جون لزقها له في ايديه عشان يقطع الاسلاك اللي مربوط بيها ويفك نفسه. يبتدي انه يهرب، يتفاجئ بجهاز تسجيل نزل له. لما يشغله يقول له مرحبا بك، اود انه ناديك باسم دكتور كوارتز، ويتضح ان هو الدكتور اللي كان بيعمل له العملية. قال له انه هيلعب لعبه معاه، وان الاشياء اللي متعلقه في ايديه دي هي عباره عن عبوتين ناسفتين، ودول يعتبروا كانهم كانسر ورم خبيث يجب استئصاله ليتمكن من البقاء على قيد الحياه. وقال له ان السكاكين اللي في ايده دي مش هتقدر تقطع السلك اللي داخل في جلده، ولكنها هتقطع اللحم والعضلات، وده السبيل الوحيد للنجاه. وقال له عيش او موت، الخيار ليك. وبدا العد التنازلي. في الاول بدا يدور على مخرج، وبعد كده مسك الشفرات اللي في ايديه وبدا يقطع في لحمه وحاول منه للتخلص من العبوات الناسفة اللي موجودة في ايديه. قبل ان يتمكن من نزع اول عبوة بعد كده يتمكن من نزع العبوة التانية في اخر لحظة. المشهد بعد كده يروح على جون وهو كان بياخد صندوق الاسعافات ويقول له ان هو هيبقى بخير ويبتدي يعالجه. يقدر يوصل للممرضة ويختطفها. بعد كده المشهد يروح لطبيب التخدير والبنت اللي استقبلته وكان باين عليها الادمان، اخذت من دكتور التخدير العقار. بعد كده يسمع صوت غريب، يروح الدكتور يشوف سبب الصوت، يطلع عليه جون ويبتدي يسحبه بالكهرباء ويتم الامساك بدكتور التخدير. بعد كده المشهد يروح على غابرييل البنت المدمنة وكانت في الحمام عشان تاخد الجرعة. بعد كده تشوف خطوات تقرب منها، تطلع السبراي عشان تدافع بيه عن نفسها. الشخص اللي كان بيتتبعها يختفي، وبعد كده تحاول الهرب ولكن يتم الامساك بيها. بعد كده يجي المشهد على الدكتورة اللي كانت في الفيديو وكانت بتتكلم، وكانت حاطة قدامها لوحة على كل شخص من الاشخاص اللي نصبت عليهم والمبالغ اللي اتحصلت منهم عليه. وكان جون دافع 250,000 دولار في العملية، وكانت بتتفق مع ضحية جديدة والمرة دي هيكونوا في بوليفيا. بعد كده تسمع صوت غريب، تشغل كل الانارات البيت ولكنها ما تلاقيش اي حد في المكان. بعد كده تنزل عشان تفحص الدور الارضي وتشغل الكاميرات اللي محطوطة في البيت. تشوف شخص غريب ماشي فوق سطح المنزل، يكسر زجاج السقف
تروح على عربيتها بسرعة وتفتح الجراج وتحاول الهرب، ولكن لما تفتح الجراج تشوف شخص قدام العربية. بعد كده يخرج شخص تاني من الكرسي الخلفي للسيارة ويديها حقنة مخدرة ويتم اختطافها. ويتضح بعد كده ان الشخصية التانية اللي كانت مع جون هي اسمها اماندا، وهي مساعدته الشخصية، وهو اتصل بها بعد ما اكتشف الامر. بعد كده ياخدهم كلهم في مكان واحد، وكانوا مربوطين بسلاسل في اماكن مختلفة. لما يفوقوا يشوفوا اماندا يبتدوا يترجوها انها تسيبهم، ولكن يخرج جون ويتفاجئوا ان هو اللي ورا كل اللي بيحصل. ولما بدات الدكتوره النصابه تقنعه ان هي كانت بتساعده، قال لها ان اللعبه انتهت خلاص وانكشفت وانهم على وشك انهم يلعبوا لعبه جديده. راح للممرضه وقال لها ان مفتاح حريتها موجود في الصندوق. فتح لها الصندوق، ولما سالته ايه اللي في الصندوق قال لها ان موجود سلك منشار. قالت له بس انت بتقول ان في مفتاح. المساعده بتاعته قالت لها ان المنشار ده هو المفتاح. بعد كده يظهر جون. المساعده بدات تقول لها ان انت عليكي انك تنصتي للتعليمات عشان تقدري تخرجي من هنا. بعد كده شغل الاله اللي هي محطوط عليها وقال لها ان المنشار اللي موجود في العلبه بيعمل على قطع سريع للغايه للعظام. الاله اشتغلت. لما حاولت انها توقفها بايديها قامت بتمزيق صوابعها. بعد كده قالوا لها ان المكان المخطط على رجليها هو ده المكان اللي هتبتدي منه قطع رجليها. لما قالت له انت مجنون، معقوله انا هقطع رجليا بنفسي؟ رد عليها جون وقال لها المنشار السلكي اللي حوالين رقبتها لو ما قطعتش رجليها هيقطع لها رقبتها. بعد كده جون قال لهم ان كلهم وعدوا ناس بيموتوا بانهم يمكنهم انقاذ حياتهم، وفعلهم ده خلاهم يستفيدوا من الشيء الوحيد اللي المرضى دول بيمتلكوه وهو الامل. ردت الدكتوره وقالت له ان هي فعلا كانت بتعالج المرضى، ولكن حالته كانت مختلفه. اتهمها بالكذب وقال لها ان المساعده بتاعته اماندا رجعت سجلاتها المصرفيه ووجدت تحويل من 34 شخص مختلف وكانوا كلهم اموات، وده كله كان على مدار 8 سنين. بعد كده راح للممرضه وبدا يقول لها اتبعي تعليماتي، وقال لها ان موجود اكتر من 2 كيلو ونص من النخاع في جسم الانسان، وكل اللي هي محتاجاه 380 جرام بس، وده موجود في عظم فخذها. كل اللي عليها ان هي تقطع فخذها وهتسحب النخاع وهتحطه في المكان اللي موجود بجانبها. ونصحها ان هي ما تترددش في ان هي تعمل كده عشان الوقت بينفذ منها. بعد كده يطلع لغرفة المراقبة. الدكتورة تبتدي تقنعها ان هي هتقدر تعمل اللي هو قال لها عليه. واول ما الممرضة تمسك المنشار يبدأ العد التنازلي. بعد كده تجيب حزام وتلفه على رجليها وتمسك المنشار السلكي وتبتدي في قطع رجليها. فعلا تقدر ان هي تقطع رجليها وتبتدي تحط جهاز في النخاع، يبتدي النخاع ينزل في الآلة. ولكن للأسف الوقت ينفذ والآلة تبقى وسخة. لما يجي بعد كده الدور على جابرييل، تبتدي المساعدة تقول لجون ان المخدرات هي اللي خلتها تعمل كده، ولكن رد عليها وقال لها ان احنا كلنا بنتمتع بارادتنا الحرة وان جابرييل لها ارادة حرة. وهم كانوا بيتكلموا في الاعلى، تليفون يرن وكان محطوط في نص المكان اللي هم فيه. كلهم كانوا بيحاولوا يوصلوا له ولكن ما كانش حد فيهم قادر انه يلتقطه. بعد كده الدكتورة تقدر تمسك الممرضة وجابت حتة حديدة وفتحت بطنها. بعد كده اخدت امعائها وبدأت تستخدمها، وبدأوا يربطوا بامعائها الترابيزة اللي كان عليها الجاكيت، وفعلا يوصلوا للتليفون وتقوم بالاتصال بالتليفون. ولكن المساعدة تظهر فجأة وتقوم بإيصال الكهرباء للجنزير الملفوف حول رقبة الدكتورة وتقوم بزعقها. تاخد التليفون وتفصله. وبعد كده يظهر جون. بدأت تقول له ان هي فعلا كانت بتخدعه، ولكن هي تقدر ان هي تعالجه فعلا لان ابوها فعلا شخص صادق وهو عنده العلاج ده بالفعل. وبتقنعه انه يديها التليفون عشان تكلم والدها ويجي ويساعده. المساعدة بتاعته قالت للدكتورة ان كل اللي بتعمله ده ملوش لازمة ومش هيجيب نتيجة مع جون. بعد كده يشوفوا شخص غريب جاي ناحية المكان بتاعهم على كاميرا المراقبة. المساعدة تبلغ جون، يبدأ الشخص ده يخبط جامد
شاهد على باب المكان اللي هم فيه، واتضح ان المريض اللي كان موجود اول ما جون دخل المكان وكان منصوب عليه هو كمان. لما لف حوالين المكان لقى باب مفتوح كان مع مسدس، دخل وبدأ يبحث المكان، وفجأة يشوف شخص لابس وجه خنزير يطلق عليه النار، واتضح انه دمية وكان عليها راس الممرضة. لما يلف يلاقي المساعدة في وشه وتضربه على دماغه ويفقد الوعي. لما يفوق يلاقي نفسه مربوط في كرسي. بعد كده يشوف جون ويتعرف عليه ويقول له انه يعرفه. جون سأله عن سبب رجوعه، قال له انه جاي عشان يسترد امواله وان الناس دي نصابين ونصبوا عليه في فلوسه. بره مكان الجرح لجون وما كانش فيه اي اثر للعمليه. بعد كده جون لف الكرسي ويخليه يشوفهم من خلال الكاميرات المراقبه. جون قال له ان الفلوس معاه وان هو هيخليه يواجه الطبيبه النصابه دي. بعد كده جون عرض عليه انه يعمل شيء مفيد في حياته قبل ما يموت، وانه يشترك معاهم في اللي بيعملوه ولكن بدون استخدام مسدسات. بعد كده سلمه المسدس وقال له انه لو كسر القواعد هيكون العواقب وخيمه. بعد كده جون يطلب من المساعده بتاعته انها تروح تجهز جابرييل، ولكن قالت له ان هي هتجهز دكتور التخدير. المشهد يروح على دكتور التخدير وكان بيشتم المساعده تضربه بصاع كهربي بعدها يفقد الوعي. كده المشهد يروح على غرفه تفتح تظهر الدميه اللي راكبه عجله. في الغرفه الثانيه بيظهر دكتور التخدير وكان قاعد على كرسي كهربائي وكان مربوط وكان في طوق في راسه. بعد كده الكرسي يتحرك والدميه اللي راكبه العجله تروح في اتجاه طبيب التخدير ماتيو، وكان موجود ادوات جراحيه وشاشه وكاميرا كانت متوجهه لراسه. لما شغل التسجيل يعرف ان اللعبه انه يضع قطعه كبيره من مخه في الوعاء الزجاجي اللي بيحتوي على محلول، ويقول له انه لو عمل كده قبل ال3 دقايق ما يمروا عليه مخه هيدوب وهيغلق دايره كهربيه وده هينقذه من الموت. الوقت يبتدي والطبيبه تقول له انه عليه انه يستخدم المسكاب الجمجمي اللي موجود جنبه. بعد كده ياخد المسكاب ويبتدي بتوصيله وتشغيله، ولكن الوقت ما كانش باقي منه غير اقل من دقيقتين. بعد ما قام بقطع قطعة من جمجمته قام بنزعها باستخدام كماشة. بعد كده ياخد جزء من مخه ويضعه في المحلول. بدأ يتحلل ولكن ما كانش باقي غير حوالي 15 ثانية فقط، وللأسف يفشل في إنقاذ نفسه والآلة تقفل على راسه وتقوم بحرقه وقتله. بعد كده المشهد يروح للمساعدة كانت بتقول له إن والد الدكتورة دي فعلا دكتور ويقدر يعالجه وإن هو صادق عكس بنته الكاذبة، لكن جون قال لها إن هو كده كده ميت. بعد كده المشهد يروح على طبيبة وجابرييل، وكانت الطبيبة بتقنع جابرييل ان هي تاخد المسجل اللي كان في رقبة الدمية اللي على العجلة وان ده هيساعدهم في الخروج، وجابرييل كانت رافضة في الاول، ولكن مع اصرار الدكتورة اخدت المسجل واتضح ان ده كانت اللعبة الخاصة بجابرييل وكان فخ، وان هي لو ما كانتش اخدته كانت هتنجي بحياتها. بدأت تسمع التسجيل. بعد كده رمت المسجل، ولكن جون قال لها ان هي لازم تكمل اللعبة. وبعد كده بدأ يسحب الجنزير اللي هي مربوطة بيه لحد ما وصلت للسقف. بعدها جون قال لها انه من سنوات وهو بيتعالج علاج كيميائي واشعاعي وان آلات الاشعاع لا تعد لعبة، عشان كده لازم تسمعي كلامي بتمعن يا جابرييل. طلب منها اللي هي تمسك العصا الحديدية وتبتدي في تهشيم عظامها لحد ما تتفتت وتخرج من الطوق اللي حوالين ايديها ورجليها وتبتدي اللعبة. Stop with your foot. No. Okay, Gabby. تنجح في فك رجليها. Don't stop. بعد كده تنجح كمان في فك ايديها في الوقت المناسب وتنجو من الموت. بعد كده جون يقول للمساعدة بتاعته ان هي تاخد جابرييل للمستشفى، ولكن يتفاجئوا بالشخص اللي كان دخل عليهم انه ماسك المسدس ويقول لهم انهم بيوقفوا اللعبة. بعد كده جون قال له ان المسدسات ضد قوانين. بعد كده الشخص ده طلب من جون المفتاح. جون قال له ان انت مش محتاج للمفتاح لان الدكتورة لن تذهب لاي مكان. بعد كده حط المسدس على راس جون واخد منه المفتاح ومشيهم قدامه، ويتضح بعد كده ان المريض كان مع العصابة وان هو كان على علاقة بالدكتورة. بعد ما فك الدكتورة بدأت تضرب المساعدة. بعد كده الراجل اللي ماسك المسدس هدد جون وقال له انه يأيد نفسه، وفعلا جون قام بوضع طوق حديدة على رقبته. بعد كده جون امر المساعدة ان لازم جابرييل تروح للمستشفى عشان هي فازت باللعبة ولها الحق في الحياة.
الدكتورة لما تسمعه انه عايز ينقذ جابرييل بدأت هي تعذبها وقامت بقتلها. بعد كده الدكتورة تقول للدخيل اللي هو كان اسمه باركر انه ياخد المفتاح من جون، فعلا ياخد المفتاح ويبدأ انه يؤيد المساعدة من رجليها هي كمان. بعد كده الدكتورة تروح لجون وتقول له انت كنت بتعمل الالعاب دي لفترة من الزمن، تحب اعاقبك ازاي؟ بعد كده المساعدة سألت الدكتورة وقالت لها ان هي ما حزنتش على اصدقائها اللي ماتوا. الدكتورة قالت لها ان هي فكرت في حاجة واحدة بس، وهي ان اما اصدقائها يموتوا مش هتضطر ان هي تقسم الاموال مع اي شخص وتشكرهم على اللي هم عملوه. بعد كده جون قال لها ان هو اخذ الاموال وان هي عليها ان هي تسترد المال منه. بعد كده باركر يقول للدكتورة ان الاموال في الاعلى. المساعدة تحذره من الدكتورة وتقول له ان هي هتقتله هو كمان علشان ما ياخدش من الاموال. بعد كده يسمعوا صوت غريب ويتضح ان طفل كان بيلعب بالكورة في المكان من الخارج. الدكتورة تقول لجون ان هي لازم تخليه يعاني زي ما خلاها تعاني، وده بانها تقتل قدامه بالالعاب بتاعته شخص بريء، وكانت تقصد الطفل اللي كان بيلعب كورة في الخارج وكان ابن حارس المكان. بعد كده خرجت واستدرجت الطفل للداخل وحطت طوق حوالين رقبته. جون قال للدكتورة انه طفل بريء وبدأ يترجاها ان هي ما تقتلوش. لما باركر سأل جون ازاي يشغل اللعبة رد وقال له اللعبة بتتفعل من قبل اللاعب. وهي بتكلمه جون يمسكها من شعرها، ولكن باركر يمسك سلاح ويوجهه لراس الطفل ويهدده انه لو ما سابهاش هيقتل الطفل ويخلي جون يتراجع. بعد كده جون قال للطفل انه ما يحركش المقبض بلغة اسبانية. بعد كده باركر يشغل اللعبة. السلاسل تقوم بجذب جون والطفل للاسفل لحد ما يناموا. بعد كده يبتدي ينزل دم عليهم ويعيق من عملية التنفس. جون يسحب المقبض عشان يقفل تانك الدم اللي كان بينزل على الطفل والدم كله يتوجه نحو جون. لما الطفل يشوف جون بيموت يبتدي هو كمان يسحب المقبض عشان الدم يتحول مساره لوجه الطفل ويدي لجون فرصة للتنفس. بعد كده جون يرجع في سحب المقبض تاني علشان ينقذ الطفل. بعد كده الطفل يحاول انه يسحب المقبض ولكن جون كان ماسك المقبض بكل قوته. باركر يقول للدكتورة انهم يروحوا ويجيبوا الاموال من اعلى ويتركوا جون والطفل والمساعدة ويصعدوا للاعلى. لما يصعدوا للاعلى باركر يسأل الدكتورة ويقول لها لو انت كنت اخر لاعبة من المفروض اللي كان يكون قدامك في اللعبة دي. ولكن الدكتورة تتجاهل السؤال وتذهب عشان تجيب الاموال. تتفاجئ بانه كان فخ وتبتدي انذارات الطوارئ تشتغل، وكان في عدة دقايق بدأ يعد تنازلي وتم ايقاف الدم تلقائي. لما تدور داخل الشنطة ما تلاقيش غير اوراق. بعد كده الباب يقفل تلقائي عليهم ويقوم بحبسهم في الغرفة، وجون يقدر ان هو يفك نفسه ويفك الطفل. كده المشهد يرجع بجون في الوقت وهو كان ماسك المسدس وكان بيفضي من الذخيرة. بعد كده الدكتورة تسأل باركر ازاي جون عرف بانك هتيجي. يرجع المشهد للخلف ويجيبوا جون وهو كان بيستجوب السائق، وهو اللي قال له على باركر انه كان مشترك معاهم في الجريمة وما كانش ضحية. بعد كده يتكلم جون في تسجيل صوتي وينده لهم باسمائهم. بعد كده قال لباركر انه اتيحت له فرصة النجاة ولكنه رفضها. وبدأت الغرفة اللي هم فيها تمتلئ بالغاز، وقال لهم ان واحد منهم بس اللي يمكنه النجاة عن طريق وضع راسه في الفتحة واستنشاق الهواء من الخارج حتى نفاذ الغاز السام. الدكتورة تروح بسرعة وتحط راسها في قلب المكان علشان تشم هواء نضيف من الخارج. بعد كده باركر يسحب الدكتورة وياخد مكانها. بعد كده الدكتورة تسحب باركر وتقوم بينهم مشاجرة ويحاول قتلها، ولكنها تخبط راسه في الحديد لحد ما يموت. بعد كده تغرز السلاح في بطنه، وهنا يتذكر المشهد لما كانت المساعدة بتقول له ان هي هتقتله في النهاية. بعد كده تسيبه وتروح تحط راسها في الفتحة، تشوف جون وتندهله علشان يفتح لها ولكنه ما يردش عليها، ويروح ياخد الفلوس اللي كانت موجودة ويديها للطفل. المشهد يروح للتايمر وكان خلص العد التنازلي. بعد كده الغاز يتوقف. المشهد يروح بعد كده على جون وكان رابط هنري الشخص اللي كان قبله وكان قال له على الدكتور، وكان جون معلقه وحاطط على بطنه جهاز غريب. لما هنري توسل لجون وقال له انه ما يقتلوش، جون رد عليه وقال له ان دي اخر حاجة تفكر فيها وانه هو عمره ما يقتله، ولكن عليه انه يلعب لعبة لانقاذ نفسه. وبكده يكون الفيلم خلص. لو عجبكم الملخص وعجبكم الفيلم يلا بقى اعمل لي لايك واشترك في القناة لو انت بتتفرج على اليوتيوب، ولو انت بتشوفنا على الفيسبوك اعمل لايك للبيج وشير للفيديو. اشوفكم فيديو جديد على خير وملخص جديد قريبا. كان معاكم احمد الشراوي من قناة فيلم في السريع. الى اللقاء.